فريش. بتجلطينه وبيجلطك، وانتي تعرفين ابرز الطرق اللي ممكن تخليه يتنرفز منك، وانت نفس الشيء تعرف نفس الطرق اللي تخليها تضايق وتزعل وما تبي تكلمك ابد. الاستفزاز شيء وارد كلنا نقدر عليه. اذا ابي اضايق الشخص اللي قدامي واضره صعب جدا اذا كنت ما عارفه، ولكن اذا كان توأم روحي، واذا كانت إيه اللي انت تحبها وإيه اللي صابره وسانده ومتعلمه عليك بكل تصرفاتك، مثل ما هو يعرفك ويقدرك ويحبك ويحترمك. سوالف ان كل واحد فيكم يجلط الثاني ويضايق الثاني ويستفزه، ما هو الامتحان للمعزة، ما هو الامتحان للغلا. وبتشوفون إذا ضايقتيه هل راح يرضى عليك بسرعة عشان تتأكدين ان انت مستوطنة هالقلب هذا عدل، واذا ضايقتها بترضى عليك بسرعة عشان تبي تتأكد ان هي صدق تحبك وما تقدر على زعلك. ادري لربما كم كبير من الناس يقول اني انا عايش في عالم وردي، ماكو نفس هالقلوب هذه اليوم. بس يا جماعة ترى البيوت أسرار، وكل زوجين في بينهم العشرة والحب اللي مو موجود عند أي زوجين ثانيين. يفهمون بعض من النظرة، يضايقون بعض المرات، لكن مردهم البعض. إيه تقدر أن أنت تضايقها وتقدرين أن أنت تضايقينه، بس هل تقدر أنك تصبر على أبعادها وتقدرين أن تمر الأيام والساعات بدون لا تسمع صوتها؟ الموضوع ترى وايد أصعب وأكبر مما احنا ممكن نضحك ونتغشمر فيه. دائما طموح الرجل واضح، بأنه يبي إنسانة تصبر عليه، تصبر على كل ما يبدر منه من قصور. مشغول، لاهي، عنده علاقات اجتماعية، عنده مشاغل، قاعد يبني البيت، قاعد يبني الأسرة، قاعد يكون عامود، لازم هو يكون موجود لها، يسمع همومها، يسمع سوالفها، يراعي العيال، يربي الصبيان، يخاف على البنات. بس هو علشان يطبق هذا كله يبي منك شيء واحد بس، انك تكونين ساندة، انك تكونين صابرة، انك تحبينه بلا شروط. ان طبقت هذه الثلاثة عسى ان شاء الله يا رب العالمين يهني حياتكم دوم، لان بهالحالة انتوا قاعدين تثبتون مقولة وراء كل رجل عظيم امرأة. من وهو صغير لين تزوج كانت وراء أمه ووراء أخته، ولين تزوج صرتي أنت وراء زوجته، سندة. إذا رد البيت متضايق تسمعين، إذا رد البيت فرحان تفرحين. أدري إنه بالمقابل هو لازم يسوي بعد، ولكن هذه الدنيا بتعاون الطرفين كلنا بنرتاح. اجلطها وخل تجلطك، وطفروا بعض من هني لقبل، كيفكم تمونون على بعض. بس فكري لي ثانية واحدة، ليش أنتي من بد البشر كلهم اللي يبي راضيك ويبي يحبك ويبي يكون معاك، واختارك على سنة الله ورسوله قدام الناس كلهم، بأنك تكونين الإنسانة اللي تكمل نص دينه، نص حياته، نص شخصيته، وتكونين الطرف الثاني بمعنى توأم الروح. الرجل ما هو صعب في متطلباته، علشان يبتعد عن المضايقات ما يبي منك إلا أن أنت تكونين من أهل الله، حبيبة وطيبة ومحترمة، وتحبينه مثل ما هو يحبك. صدقوني اللي قالوا بأن قلب الرجل نفس قلب الطفل ما كذبوا، وأنتوا يا البنات أدرى بالموضوع هذا من أي شخص ثاني. وإن لقاك تغارين بحدود المعقول، وتحبين بحدود اللا معقول، وتسندين بحدود الدنيا كلها، راح يكون لك الزوج اللي يحقق كل أحلام الدنيا. احنا نقول الريال اللي ما في خير بهله ما في خير بالناس ولا بزوجته. وانتي إذا ما كان فيك خير بزوجك وربعك والناس اللي حوالينك، فعمرك ما راح تعرفين معنى الحياة الزوجية الحلوة. يبقى ضايقوا بعض وطفرها وطفري، ولكن بالنهاية أبي أشوف إيدك مشبوكة بإيدها، ورسالة بسيطة منك لها، عسى الله لا يحرمني منك. وإن كان هو مو قاعد يسمع، فرصتك بأن بدون سابق أنذار تذكرينه، على الرغم من جميع الخلافات، على الرغم من كل ما يصير، أنت
عشقي الأزلي، توأم روحي أبو عيالي، وأنتي بالمقابل بتكونين بعيونه. أبي وحدة معاي تكمل المشوار، أبيها غير وفيها خير وتسمح لي عالتقصير، أبيها تغار ومعاي تكمل